الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا وردة. شلونك؟ تمام يا وردة، تفضلي. أنا زينب وياك من كركوك. أهلا وسهلا بك يا غالية. يدوم غاليك. حبيت واحد من بصرة. نعم. كان عمره 14 سنة، حبيته هواي، هو من كان يحبني هواي. نعم. استمرت العلاقة 6 سنوات تقريبا. من وصل علاقتنا 3 سنوات قلت له تعال مشي علي. نعم. مو واحد يحب الثاني. كان يقول عنده ظروف، هو ظروفه مادية مو شي. قال عندي ظروف ما أقدر أقدم عليك وهسه ظروفي. قلت له اوكي براحتك. سديت الموضوع. وراه همينة شهرين همينة حكيت وياهم نفس الكلام، نفس السالفة. نعم. وتقريبا بسنة رجعت حكيت نفس الموضوع. كان يقول زينب أنا ما أقدر، أبويا مريض وصار عنده عجز كلية. قلت له اوكي. ظلت السالفة بس واحد يحب الثاني، هو همين نفس الموضوع، همين نفس الجواب. كان يقول انت حاجي اهلك. قلت له ما دام ما تقدر طريق بعيد، نعم. تعال يعني خابر على اخوي، خلي امك تحاكي امه بالموضوع بالتليفون، خليه ياخذ كلام بعدين وانت ظروفكم مو شي. قال لا انت حاكي اهلك. قلت له شلون ما اقدر؟ المهم احبه هواي، حاكيت ابوي بالموضوع. قلت له يابا ذولا يريدون يجون. كان يقول انت من كل عقلك ما اعطيك لو يطلع نخل براسك. كان جواب ابويا هيجي. نعم. قلت له يابا بس انا احب الولد وولد يحبني. كان يقول هواي بعيدة. اول شي انت بنت الصغيرة ما اقدر يعني انطيك بعيد، والمسافة بعيدة هواي. المهم ابتديت الموضوع. وراه بشهر همينة فتحت الموضوع ويا ابوي نفس الموضوع. كان جواب ابويا همينة قال لي هيجي، قال لي بنتي أنا من أريد أموت أريدك تحضرين فوق راسي، مو أريد ثاني يوم الفاتحة يلا تجيني. يعني الطريق مسافة هواي بعيدة عن بصرة وكركوك. عاد يعني أنا همين أحب أبوي، همين أحب كاظم. سديت الموضوع. ما قدرت أقول على كاظم لأن أحبه هواي، ما قدرت أكسر بقلبه. ورا فترة قلت له كاظم راح نخطب، شنو رأيك؟ كان يقول وافقي. قلت له أنت من كل قلبك هاي الحكي؟ كان يقول إيه من كل قلبي. البنية مو مثل الولد، الولد يقدر يتزوج شو وقت ما يريد، بس البنية لا. قلت له انت يعني متأكد؟ والله تكرر عليه السالفة 3 مرات، يعني 3 أيام كل يومية. المهم كان جوابه وافقي. قلت له وافقت، بس أنا شنو هو ما كان يقبل أسوي صفحة بالنت. قال ما تنزلين أي برامج بالإنترنت. قلت له أوكي. بس أنا ورا ما خطبت، يعني بأنه أنا ما مخطوبة. أنا هنا كذبت عليه، بس كذبت عليه على مود مستقبله حتى هو يروح يشوف مستقبله، لأن هو كان قايل لي ما أتزوج لو أنت لو ما أتزوجك. اوكي واضح. قلت له راح نخطب حتى هو يشوف مستقبله. المهم سويت فيس، راسلته باسم صديقتي. قلت له أنا صديقة زينب. قال له أهلا وسهلا بيك، أتشرف بيك. قلت له إلي الشرف. ظليت أحكي وياه. قلت له زينب راح تكسر الشريحة مالتها تراسلك بالفيس مالتي كل أسبوع. قالت خوش. المهم أنا بس شنو أنا أراسله كل أسبوع، بس باسم صديقتي كل يومية أراسله حتى أخباره لا ينقطع بي. هالقد ما أحبه ما أقدر أعوف. المهم كنت أراسله كل يومية أراسله. ورا بشهرين هو أول شي كان رافض يحكي وياي بأنه أنا بكوني أحكي وياه باسم صديقتي. نعم. هو كان رافض الموضوع. ورا شهرين قال أقول ليش؟ قلت له قول تفضل. كان يقول ممكن تسوين وياه علاقة سرية. قلت شلون؟ كان يقول تقدرين تسوين علاقة سرية وياي بكوني أنا أحكي وياها باسم صديق، ما يدرون إنه أنا زينب وقاعدة راسله. قلت له أنت إيش قاعد تحكي؟ مو أنت؟ قلت له مو أنت تحب زينب وهي تحبك؟ قالت إيه زينب راح تنخطب، أنا أريد أسوي وياك علاقة. قلت له بشرط. كان يقول هو شنو شرطك؟ قلت له لا أفتح وياك كاميرا ولا أدزلك صور. إنه يعني شلون أنا أفتح كاميرا يعرفني وإذا أدزله صور مالاتي هم يعرفني؟ نعم. المهم قال ما أقدر يعني واحد يحب الثاني ويحكي ويا الثاني، واحد ما شايف صورة الثاني لو ما فاتح وياه كاميرا. قلت له بشرط أدزلك صورة واحدة. قالت هذا الصورة واحدة أنا ما متأكدة منه، لو أنتي لو مو أنتي. نعم. قلت له خاش راح أدزلك. قلت له خوش راح أدزلك 8 صور بعد ما أدزلك ولا أي صورة بعد. كان يقول خوش. دزيت له 8 صور بس مو صور مالاتي. ظليت أحكي وياه وايد شهر تقريبا. طق قلبي من القهارة، يعني بأنه أنا أحكي وياه بأنه أنا أحبه باسم صديقتي. نعم. أي
كنا أنا كوني أحكي وياه باسم صديقتي لأنه أنا مخطوبة، زينب مخطوبة ويحكي وياها صديقتها يحبها. قلت له راح أفتح كاميرا كاظم بس لا تنصدم. كان يقول لي شي أكيد ما راح أنصدم. نعم. قلت له خلاص. كان أفتح له الكاميرا كان يشوفني. هلا زينب حبيبتي مشتاق لك، بس هو سوى روحه ما منصدم لأنه كونه قاعد يحكي يا صديقتي وأنا استمريت وياه همينة نفس الحكي أحبك مشتاق لك أنا همينة أشكرك. سديت الكاميرا ورا ب3 أيام لما رجع حاجاني حكيت وياه سلمت عليه قلت له أقول لك هالشي كاظم. كان يقول ها. قلت له فأتمنى تسامحني وأنت لأن أنا كذبت عليك بالموضوع. كان يقول شنو هو؟ قلت له أنا ما مخطوبة. نعم. كان يقول يعني شنو قصدك؟ قلت له أنا ما مخطوبة بأنه أنا كذبت عليك. قلت لك أنا خطبت بس أنا أبوي هيك جاوبني قال له يطلع نخلى براسك ما انطيك البصرة. كان يقول أنت من كل عقلك تكذبين علي؟ قلت له إيه كذبت عليك بس على مود ما أكسر بقلبك. كان يقول خوش والله تتوسل عليه بس على مود يسامحني بأنه أنا يعني هالقد ما أحبه والله تتوسل عليه فوق ما هو خاين والله العظيم والله تتوسل عليه إنه يرجع يحكي وياي هالقد ما أحبه. مر يومين لو 3 أيام هم رجع راسلني. هو سألني قال زينب أسألك سؤال. قلت له تفضل. كان يقول الفيس المن؟ قلت له الفيس إلي. قال براء منه؟ قلت له كاظم أنا براء أنا زينب. كان يقول يعني شنو أنت براء أنت زينب؟ نعم. أنا زينب. لا أنا راسلتك باسم صديقتي. أول شيء أنا كذبت عليك قلت لك الخطاب عدت أنت تروح تشوف مستقبلك وتعيش بحياتك لأن أنا ماما وراي أمل. نعم. أبوي رافض الموضوع نهائيا. فثاني شيء أنا كذبت عليك من سويت الفيس كذبت عليك راسلتك باسم صديقتي بأنه أنا أحبك هواي ما أقدر ما أسمع أخبارك قمت أراسلك كل يومية باسم صديقتي. وصلت المعلومة واضح بس أنت الحدث تحبيه صح؟ صح أنا أحبه. الحدث محبه موجود بقلبي بس مو ذاك الحب الأول ومستحيل يرجع حبه القديم لأنه هو خاني وخاني منه ويا من ويا روحي. حسبي الله ونعم الوكيل.